سلام سلام، رمضان كريم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات إليجنت مسلمة. اليوم البنات وليت لكم واش طلبتوا لي سور انستغرام. طلبتوا لي بزاف لي غوسيت تاع دي جو في ميزون. دونك اليوم خيرت لكم هذا اللي سهل بزاف واقتصادي ومنعش سورتو. دونك الى عجبتكم الوصفة هذه ما تنساوش ديروا لي ان بتي لايك وتفعلوا الجرس تاعكم كيف دير تاكتيفيوه هكا يوصلكم الجديد تاعي. وهنايا هم المكونات اللي حنحتاجهم. ربع مكونات. عندي لاناناس تاع البايض، اللي عندها لانانا فري سي انكور ميو. عندي لا بيوري تاع لا مونغ، اللي ما عندهاش لا بيوري تقدر تعوضها افيك دي زورانج اللي هو البرتقال. تاني عندي حبه ونص تاع بنان، كاس حليب كبير، شويه تاع سكر، وحبه قارص شويه كبيره. اللي ما تحبش دير سكر تقدر تستغنى عليه. ليطاب باش نرحي لو جو تاعي. بون البنات اللي ما عندهاش ان بلاندر تقدر تستعمل الرحايه تاع اليد. جوست رحيوه وعاودوا رحيوه وعاودوا اشاك فوا عاودوا نحيوه ورحيوه ولا رحيو بشويه هكذا باش يترحى لكم بيان. دركا كل وحده ولو قلتها، كاين اللي تحبوا خاطر، كاين اللي تحبوا طراف طراف، كل وحده كيفاش. انا بور ما بار نحبو مرحي بيان كوم يلفو وما يجيش خاطر بزاف. هاكم تشوفوا فيه مازال ثقيل شويه. دونك راح نزيد له قرعه ما بارده. للاشاره برك هذا المشروب هذا ولا هذا لو جو لازم يتشرب بارد، سينو ما تحسوش بالبنه تاعو، ما يجيكمش بنين كيعود سخون. بعد ما كملت وحضرته نحطه في الفريجيدير ولا في الثلاجه على الاقل 4 ولا 5 ساعات باش يبرد لكم بيان كوم يفو. فوالا البنات، سيتي لا روسيت دو جور. ان شاء الله تكون عجبتكم. لا كان عجبتكم نيزيتي سورتو با الا بارطاجي مع احبابكم مع فاميلياتكم. واللي مازالت ما تابوناتش مرحبا بها اسابون سور ماشين. نقول لكم صحه فطوركم البنات، ونتلاقاو ان شاء الله avec une nouvelle recette très prochainement. تبقاو على خير. سلام.